يلا بينا نحضر طبق كبدة اسكندراني سهل وبسيط. اول حاجة هنحط الليمونة، هنعصر ليمونة او ليمونتين حسب الرغبة، وفصين توم او 3 برضو حسب الرغبة. ودي التوابل اللي هنستخدمها: فلفل اسود، كمون، حبة البركة، الملح، الكزبرة الناشفة. طبعا الكبدة بتحب الكزبرة الناشفة كتير، يعني حطوا براحتكم. وهنحط الكبدة وهنقلب، وما ننساش شوية خل. هنقلب كويس وهنكون محضرين الفلفل الاخضر. هنحط طاسة على النار فيها شوية زيت، وهنصبر لحد ما تسخن كويس جدا، وهنضيف الكبدة على طول عشان تاخد صدمة. وهنسيب الكبدة شوية 10 دقايق مثلا لحد ما تشرب ميتها، وهنقلب فيها بالشكل ده. وبعد كده هنكون محضرين الفلفل الاخضر، هنحطه سواء شرائح سواء طرنشات سواء مكعبات اللي احنا بنحبه، والكميه اللي احنا عايزينها وبنحبها حسب الرغبه. هنقلب، وطبعا ما نغطيش طاسه الكبده علشان اللون الاخضر بتاع الفلفل الحلو ده. وهنقلب الفلفل مع الكبده كويس جدا لحد ما هنلاقيها انها استوت بالشكل ده. وممكن ندوقها عشان نتاكد من الملح، لو محتاجه ملح نضيف. ولو كده استوت، وممكن تعملي جنبها مكرونة بالصلصة. وبألف هنا وشفا. مع السلامة.